معلش انا عارفه ان وجودي دلوقتي مش مرغوب فيه. لا اتفضلي يا أم. بس معلش انا جايه دلوقتي في الاول عشان مراتك. طب ليه؟ انا جايه دلوقتي عشانك. اقعدي. اتفضلي. اللي بيغلط عليه يصلح غلطه، وانا غلطت غلطه جامده قوي في حقكم انتوا الاتنين. حقك عليا. عادي ولا يهمك يا ماما. لا بصراحه انت بنت حلال وبنت اصول والله العظيم. حقك عليا يا عبدو. حقك عليا ليه؟ انا بعد الغلطه اللي انا عملتها دي غلطه جامده ما ينفعش. لما يعني هي غلطه جامده عملتها ليه بقى من البدايه؟ ما انا ما اول انت عارف انا قبل ما اعمل حاجه بفكر فيها والصح والغلط ونمشيها ازاي. المره دي طقت في بالي الفكره وافتكرت تصرف حماتي معايا يوم الصباحيه، قلت بعمل معاهم زي ما حصل معايا عشان تعمل كده ليا قيمه وهيبه كده، ما تحسيش ان انا لقمه طريه. بس بعد ما عملت كده قلت لها حبيبته ده البت لسه كانت قلعه فستان الفرح ولسه صاحيين، اعمل كده فيهم ازاي؟ ده حقوق عليا. انا عايز اعرف بقى السبب ده بتاع ده كله ايه؟ انا بقول لك انا افتكرت لسه صباحيتي حماتي عملت كده، قلت طب ما اعمل زي ما حماتي عملت معايا. بس قد ايه انا اتاذيت نفسيا. فحقك عليا. انا مسامحاكي يا ست الكل، فداكي اي حاجه. معلش يا عبد، بص مراتك هي سامحتني. بعد اذنك حقك عليا. خلي التعامل ما بيننا في الحسنى وبس. ما هو طبعا وانت بنفسك هتشوف. ماشي يا عم. وانت كمان قبل ما تشوف انت هتكوني شايف. حقك عليا. معلش اول دقه طلعت زي الزفت بس معلش حقك عليا. طب بقول لك ايه؟ اعملي لنا لقمه ناكلها. ايه رايك؟ لا هو سخني الاكل. لا انا بقى اللي عايزاها تقعد ترتاح وانا اللي هجهز كل حاجه. طب خلاص ما تقوموا اتجوزوا مع بعض. يا سيدي خلاص بقى اسكت. لا عايزه ابقى برضه زي ابويا. قومي يلا جوزي مع عمي. حاضر. لا يا ابني خليها، ما يعني انا عايزه اريحها بقى. يلا يا امي. ماشي يا حبيبي. عايزك تعملي اكل حلو كده. يلا. حاضر بنعمل. يلا يا بابا. يلا يا حبيبتي.